وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. انا عايز اقولك ان اليومين اللي فاتوا دول كلهم انا عمال بدور على التنسيق بتاعك اكتر منك. انا شغل الشاغل كله الفترة الحالية حرفيا انا عمال ببحث عن التنسيق وبشوف توقعات الناس وبعمل سيرش هنا وبشوف الجهات المختصة بالتعليم الفني الخاصة بيكو. انا مسحول اكتر منك حرفيا. المهم يعني وصلت لان اغلب التوقعات من جهات موثوق منها بتتوقع ان التنسيق بتاع السنة دي هيكون شبيه لتنسيق 2019 كده. تنسيق 2019 كده اللي هو ايه، تحط عليه شوية كاتشب ومايونيز كده وتاكله كده وانت قلبك كده ايه زي العسل. بيقبل من 93.5 كمينيمم لكلية هندسة. انما تنسيق السنة اللي فاتت ايه ده يا راجل، ايه ده يا راجل، 98 وشوية. ايه يعني ليه حرام عليكو ليه تعملوا في ولادنا وبناتنا كده؟ ليه اقل كلية هندسة كانت من 98%؟ ده الواد نزل كورسات ونزل حضر محاضرات وراح اشترى كتب وراح اشترى مستلزمات مذكرات وراح اشترى اقلام وراح اشترى مش عارف ايه وركب قطر وراح اخد سكن ودافع قد كده وجاب لك التقدير اللي هو 98. وفي الاخر كلية هندسة تقبل من 98 وواحد كمينيمم. ليه؟ حرام عليكم يا جدعان، راعوا ظروف الناس. المهم يا صاحبي العزيز ان توقعات الاغلبية بتقول ايه؟ بتقول ان التنسيق بتاع السنة دي هيكون قليل علشان اعداد الطلبة اللي نجحت وجايبين تقديرات فوق 95% قليل جدا عن السنة اللي فاتت. يعني تخيل كده ان السنة اللي فاتت كان في ناس جايبة 100% وناس كتير. السنة دي اعلى واحد في المعاهد تلاقي جايب 95 ولا 96. والله العظيم في معاهد اعلى واحد فيها جايب 93%. انت متخيل؟ يعني انا متخيل كده ان على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المعاهد الفنية كلها 50-60 واحد مثلا يعني اللي جايبين 96 97%. الاعداد ديت قليله جدا. وزي ما قلت لك قبل كده ان كليه هندسه لازم بتاخد طلبه من طلبه التعليم الفني. فعلى فكره ده مؤشر حلو جدا ليك لو انت جايب تقدير فوق ال 93 وال 94 ولو جايب حتى فوق ال 95 فده مؤشر كويس جدا جدا جدا. تمام. طيب انا واحد ما بحبش امشي ورا التوقعات، لان انت ممكن تمشي ورا التوقعات وتصدق التوقع وتيجي تبص بعد كده تكتشف ايه ده، ان لا ده في حاجة حصلت وكل التوقعات دي مجرد توقعات وفي الاخر انت اللي لبست في الحيط. وعلشان كده يا صاحبي العزيز عايزك تربط حزام الامان بتاعك علشان هاخدك في رحلة فيديوهية على اليوتيوبية وهقولك انت المفروض الفترة اللي جاية تعمل ايه. بس مش هقولك اي حاجة قبل ما تروح تعمل لايك حالا للفيديو ده، لان اللايك الجميل بتاعك بيساعدني ان انا اعمل لك فيديوهات اكتر واكتر. وعايزين نوصل الفيديو ده يا شباب ل 600,000 لايك علشان انزل لكم فيديوهات كتير الفترة اللي جاية، لان الفترة اللي جاية اهم فترة بالنسبة لك. بص بقى كده يا صاحبي العزيز، الفترة الحالية في باب بتفتح لك اسمه باب التظلمات، وبعد كده بفترة هيتفتح لك باب تسجيل الرغبات. ايه ده يا عم عبودة، هو مفيش شبابيك؟ كله بيبان؟ ايوه هما بيبان مفيش شبابيك. العمارة مفيش فيها شبابيك. شوف بقى حضرتك هيدخل لك هوا طبيعي منين؟ ده انت بقى تروح ترزع مراوح هنا ومراوح هنا، هو كده. المهم باب التظلمات ده بتفتح لك علشان لو انت شاكك ان في مواد انت اتظلمت فيها بتروح تعمل فيها تظلم. فانا عايزك الفترة الحالية، لان التظلم بتاعك فتح من يوم السبت، انا بصور الفيديو ده لحد وهينزل لك النهارده ان شاء الله لحد، تمام؟ فالتظلم فتح من يوم السبت اللي هو امبارح وهيتقفل يوم الحد اللي جاي اللي هو يوم 30 في الشهر 30/7. تمام. فانت في الفترة الحالية تجري على طول على المعهد بتاعك وتروح تعمل تظلم. بتدخل هناك في الشؤون للسكيورتي بتاع المعهد وتقول لهم انا عايز اعمل تظلم، بيجيبوا لك ورقه كده وبتدفع لكل ماده 100 جنيه هناك في مصاريف المعهد. يعني بتدفع ال 100 جنيه على الماده اللي انت عايز تعمل عليها تظلم. دفعت مثلا 300 جنيه فانت بتعمل في 3 مواد، اخترت ان انت تعمل في 6 مواد فانت بتدفع 600 جنيه وهكذا. وتشوف المواد اللي انت حاسس ان انت اتظلمت فيها وتعمل فيها تظلم. انا عارف ان انتوا كلكم حاسين ان انتوا اتظلمتوا في مواد كتير قوي،
وده طبيعي جدا. ممكن اللي بيصحح في سؤال هو اصلا ما خدش باله منه، وممكن هو بيجمع الدرجات نسي ان هو يحط لك درجات. فمش عايزك تبخل على نفسك ان انت تروح تعمل تظلم، ولو عرفت ان انت تعمل في تظلم في المواد كلها اللي انت حسيت ان انت نقصت فيها كتير، طز في الفلوس يا سيدي، مش هيفرق معاك الفلوس. اهم حاجة ان انت رقم واحد لو جالك درجات فده هيزقك زقة حلوة ومحترمة في التقدير بتاعك، ولو ما جالكش درجات انت هتبقى مطمن نفسيا ومرتاح نفسيا بالتقدير بتاعك. حتى لو ما لحقتش كليه هندسه فانت هتبقى مرتاح وتقول خلاص انا عملت اللي عليا واخدت باضعف الاسباب، ومش هتبقى شايل هم حاجه. انما تخيل كده، تخيل بس معايا كده لمجرد بس لحظه واحده ان انت كنت جايب 94% وكليه هندسه قبلت من 94.5. اكزامبل مثلا كده انت كنت محتاج 10 درجات، وال10 درجات دول لو انت كنت رحت تعمل تظلم كان هيجيلك 15 درجة. يعني بديك ايه اكزامبل كده، ويعني ايه بنتخيل مع بعض. طيب لما انت هيجيلك ال15 درجة دول فانت حققت التارجت بتاع كلية هندسة وهتدخل كلية هندسة في المستقبل. ده في التخيل بتاعنا دلوقتي. طيب نفترض بقى ان انت كسلت قلت يا عم تظلم مين، والتظلم اصلا ما بيمشيش، والورق بتاعي مش هيمشي في التظلم والعبط ده كله. في حين ان التنسيق نزل لقيت ان كلية هندسة بتقبل من 94.5 وانت جايب 94%. انما اصلا كان في علم الغيب عند ربنا ان انت لو كنت اخدت بس اتنتعت من مكانك كده واخدت الخطوة ده كنت هيجيلك 15 درجة وكنت هتلحق كلية هندسة. تمام. طيب فانت عشان تتغاضى عن كل ده انت روح اعمل التظلم، جالك درجات 100، اتزقيت حتى لو اتزقيت درجة واحدة فده برضو كويس جدا. لو ما جالكش درجات فانت خلاص انت على الاقل ريحت ضميرك وما يبقتش متضايق بعد كده حتى لو ما لحقتش كليه هندسه. وذكرت لك قبل كده في فيديو واحد راح عمل تظلم في تانية معهد وكان جايب حاجه و90، وكانت كليه هندسه بتقبل من تقريبا من 95، هو كان تقريبا جايب 93 وشويه تقريبا يعني، وراح عمل تظلم جاله 60 درجه في ماده واحده، وجاله في بعض المواد التانية شويه درجات حلوين، واترفع رفعه صعبه قوي ولحق كليه هندسه بعد ما كان التقدير بتاعه اصلا مش موديه اي حته. تمام. فانا بنصحك ان انت الفتره الحاليه تروح تعمل تظلم. بعد كده بتقعد بقى تستنى كده فتره حلوه قوي بقى، حلوه شويه لحد بقى ما الثانويه العامه النتيجه بتاعتهم يظهروا. بعد كده بقى ايه المرحله الاولى في التنسيق والمرحله الثانيه وبعد كده المرحله الثالثه، لان انت بتاخد وقت شويه حلوين قوي علشان تعرف التنسيق بتاعك بعد كده هيبقى عامل ازاي. ولكن في خطوه اهم من التنسيق الا وهي، وقبل كمان مرحله التنسيق، الا وهي مرحله تسجيل الرغبات. مرحله تسجيل الرغبات ده يا صاحبي مرحله كده محتاجه الروقان ومحتاجه قاعده فايقه رايقه، علشان فيها تفاصيل وديتيلز مهمه جدا 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 لازم تتشرح لك بكل بساطه علشان انت تفهمها، ما ينفعش انها تتحشر وسط فيديو تاني. فعلشان كده ان شاء الله باذن الله خليك متابع بس القناه علشان اول باول هيوصلك كل الفيديوهات المهمه بالنسبه لك الفتره اللي جايه علشان تعرف تاخد قراراتك صح وما تغلطش. اهم خطأ شنيع انا اخدته في حياتي. هتقول لي ليه اهم؟ هقول لك لان الخطأ الشنيع اللي انا كنت اخدته في حياتي هو وانا بسجل الرغبات، ووالدي راح سجل لي الرغبات بناء عني وفي الاخر لبست في الحيط. فانا مش عايزك تلبس في الحيط زي ما انا لبست قبل كده. وعلشان ما اطولش عليك في الفيديو بتاع النهارده، انت عرفت الزتونه بتاعتك هتعمل ايه الفتره الحاليه. رقم واحد، اوعى تزعل على اي اختيار ربنا جابهولك. والله العظيم الناس دلوقتي اللي بتغير في العالم ما هماش مهندسين. انت ممكن ما تبقاش مهندس وناجح عادي جدا، ممكن تقف على كلية هندسة على 1% وتدخل مجال تاني وبعد 10 سنين تبقى انت رئيس اي واحد كان مهندس. فانا مش عايزك تزعل ومش عايزك تتضايق ومش عايزك تيأس ومش عايزك تحبط من اي نتيجة انت هتحصل عليها فيما بعد، او اي كلية هتجيلك او اي معهد هيجيلك. ولكن نصيحتي ليك لو انت ملحقتش كلية هندسة ما توقفش التعليم بتاعك لحد المرحلة ديت، لان انت لو وقفت لحد المرحلة ديت فانت يعتبر ما عملتش حاجة اضافية، يعتبر معاك معهد فن فوق متوسط وخلاص. اهميته ان هو بيقللك نص سنه من الجيش بس. ولكن في عندك حاجات تانية كويسه جدا جدا زي الكليات التكنولوجيه، كليه فنون تطبيقيه وفنون جميله، وكليه تربيه نوعيه. واهمهم طبعا الكليات التكنولوجيه اللي انا واحد من الناس يعني شايف ان مجال كويس جدا 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 تقدر ان انت تكمل فيه. وطبعا هختم معاك الفيديو ده بايه انا بحبها قوي
ولما بحس ان انا خلاص الدنيا مخربطة معايا بفتكرها وبفضل دايما ارددها لان بتريح لي بالي. فعلشان كده اسمع معايا، ربنا بيقول لك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. فتخيل كده ان انت ممكن تكون انت حابب حاجة والشر فيها، وممكن انت تكون كاره حاجة وسبحان الله تلاقي الخير بتاعك فيها. وياما كتير قوي شفنا ده في حاجات كتير قوي واقعية في حياتنا، وشفنا ده بعينينا علينا احنا شخصيا. يعني انت كنت بتكره حاجة في يوم من الايام وطلعت خير ليك، وكنت بتحب حاجة قوي وطلعت شر ليك. فانت ما تزعلش في اي قرار ربنا اختاره لك، لان ربنا جايب لك البدلة متفصلة على مقاسك بالظبط. من يوم ما اتولدت لحد ما تموت ربنا بيديلك القرارات المناسبة على مقاسك بالظبط. لا هتلاقيها واسعة عليك شوية ومهرقلة عليك، ولا هتلاقيها ضيقة عليك انت مش قادر تتحرك بيها. لا، مظبوطة عليك، متفصلة تفصيلة ربنا. وما بالك بقى لما ربنا هو اللي بيفصل. فأهم حاجة يا صاحبي العزيز الفترة القادمة ان انت تدخل في مرحلة الرضا التام، وان انت دايما تحمد ربنا وتشكره على نعمه. واهم حمد واهم شكر ان انت دلوقتي عندك عين شايفني بيها، وده يعني لو فضلنا نحمد ربنا عليها احنا مش هنوفي حق ربنا فيها. احمد ربنا على النعمة، احمد ربنا على بصرك، على سمعك، على لسانك اللي انت بتتكلم بيه. في حاجات كتير قوي محتاجة ان انت تقعد فيها مع نفسك كده، الدنيا كده رايحة. وبس كده يا صاحبي العزيز، عشان ما اطولش عليك اكتر من كده. طبعا انا عارف ان انت نزلت حطيت اللايك العزيز اللذيذ بتاعك، وعايز اعرف مين الناس اللي قعدت معايا لاخر الفيديو. انزل تحت اكتب في التعليق وقول لي ان اختيارات ربنا دايما افضل من اختياراتنا احنا، علشان اعرف مين اللي كمل معايا الفيديو للنهاية. واشوفك ان شاء الله على خير يا صاحبي العزيز في فيديو قادم. سلام.